الحارس راشد علي، حارس اللي نقول له ويل بلاي ممتاز لحد الان. كره عرضيه على طول للشباب والهدف الاول يدخل الان. ادي الهدف الاول، لسه بقول لحضراتكم مش هيطول يا جماعه، الشباب مش هيطول. اذا يسجل هدف جميل 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 مع اول 3 دقائق من عمر الشوط الاول. الشباب يتقدم في مرمى الوصل، امر طبيعي جدا وامر واقعي جدا. بصوا شوف الكرات العاليه، بصوا شوف الراسيات، وده الكلام اللي قلت لحضراتكم عليه بالرغم من اقول كله والجوزيف بلاتا تحدث عنه بشكل كبير مع المنتخب العراقي. تروح الكره تمشي كبالة ولا على التمريره، بص التمريره الحراريه، هوبا التعادل، التعادل مش ممكن. سلام على التمريره، التمريره الوصل يرجع من بعيد من بعيد من بعيد، الوصل يرجع من بعيد. وده كان لازم درس يا جماعه نادي الشباب ياخده. ليه تراجع الشباب بعد احرازه الهدف؟ 78 دقيقه يصبر عليها الفارو. انما بص شوفوا يا جماعه تمريره شيكابالا. دايما اقول لحضراتكم المشكله تكمن دائما في صناعه الاهداف. والله شيكابالا حاططها ايه؟ حاططها على حظ كده، مفيش حظ كده. تلعب الكره هتطلع ارضيه وادي الهدف، ادي الهدف، الهدف خطفوا الهدف. هو ادجار عاوز تسجل، هات له ادجار. يا سلام عليك يا ادجار، يا سلام على الرأسية. مشكلة كبيرة في الوسط يا جماعة، لعيبة تحس ان عايزة سلالم عشان تطول المهاجمين بتوع الشباب، مشاكل كبيرة. بص شوف التمركز الدفاعي، بص شوف الهروب، 4